ربنا سبحانه وتعالى لما بيحط واحد في ابتلاء بيحطه علشان خاطر يختبره على مدى رضاه من سخطه في الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه فيه. ولكن النموذج اللي معانا النهارده فيه كمية، يعني أنا مش قادر أقولها غير إن هو غباء من الإنسان اللي موجود أو الإنسان اللي تم ابتلاؤه من ربنا سبحانه وتعالى. إيه هو النموذج ده؟ النموذج ده هتشوفوا النهارده فيديو الاتنين بيلعبوا على التيك توك، واللي هو بقى مصيبة كبيرة في السوشيال ميديا أو في الحياة. يعني كل اللي عاوز يجيب فلوس يعري نفسه ماشي، يهين نفسه ماشي، يتقبل إن هو يتشتم ماشي، يتعاير ماشي، تحصل بص اي انواع الاهانات واي انواع الشتايم واي انواع زلة النفس وكسرة النفس هتلاقيها في التيك توك. افتح التيك توك بس كده وشوف، فرج على اللايفات اللي موجودة، هتلاقي بلاوي، هتلاقي اهانة، هتلاقي كسرة نفس، هتلاقي شحاتة معلبة. لما عادل امام وسيد زيان في فيلم قبل كده تقريبا كانوا عاملينه عن الشحاته، لما سيد زيان قال له شحاته معلبه. ده اللي بيحصل في التيك توك وعلى منصات الربح عبر الفيديو او عبر التيك توك وكواي وهلم جرة من البرامج التانية، ولكن بالتيك توك عموما. النموذج ده بقى، النموذج ده واحد ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بان هو يعني ايديه الاتنين مقطوعين، وابتلاء صعب جدا 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 من ربنا سبحانه وتعالى. الابتلاء التاني ده شخص قاعد على كرسي متحرك و ابتلاءه صعب، يعني كرسي متحرك، ويعني انا اسف ان هو يعني الحجم قليل، مش الحجم الانسان الطبيعي مثلا. والاتنين ما احترموش الابتلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بيه، بل بالعكس زادوا في الابتلاء اكتر واكتر. ازاي؟ الاتنين قبلوا على بعض ان هم يبقوا نموذج للناس اللي عاوزه تلم فلوس عن طريق اي حاجه. التيك توك في حاجه اسمها جوله، الاتنين بيلعبوا قصاد بعض، الكسبان بيحكم على الخسران. تخيل الكسبان حكم على الخسران بايه؟ يعني خلينا نقول الشخص اللي على كرسي بعجل حكم على الشخص اللي ايديه مقطوعه ان هو يسقف، فالتاني بيقول له وانا مش هعمل ده غير لما انت يعني تقوم تنط من على الكرسي او تفضل تتنطط او تنزل تلعب ضغط. الاتنين عندهم كمية غباء للابتلاء اللي هم فيه. يعني الاتنين بيعايروا بعض وهم اساسا الاتنين في ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هسيب لكم الفيديو تشوفوه برضو دلوقتي علشان خاطر تشوفوا مدى الغباء اللي هم فيه. مش لازما يعني المفروض ان هم يحمدوا ربنا اكتر، يصلوا ويستغفروا، يحفظوا القرآن، يشوفوا الابتلاء اللي هم فيه ده ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني خلاهم في الابتلاء ده، عشان خاطر يزيدوا من الحمد، يزيدوا من الاستغفار، يزيدوا من ذكر ربنا سبحانه وتعالى، مش يزيدوا من الابتلاء اللي هم فيه، لان الابتلاء اللي هم بيعملوه اكتر بكتير من اللي هم فيه. الفيديو اشوفكم دلوقتي تتفرجوا عليه وانتم معايا واحكموا بنفسكم على اللي بيحصل. هو ده الفيديو. لا تنفذ، يلا نفذ. اتحداك تنط 5 في نطات. نهاية اتحداك تنط 5 نطات. تنط 5 نطات. طب سقف بس انت وانا اشوف الموضوع ده بعدين. 20 ضغط. يا اما تلعب 20 ضغط. طب نفذ. تمام. يا اما